ذكر رواية نسبها إلى كتاب الكافي للشيخ الكليني أن النبي خرج عاريا. قال عن أبي جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم. وجدتها ولا سعد؟ يمر عاريا أمام النساء؟ إيه، النبي يمر عاريا أمام النساء، هذا العنوان. أقرأ خلي يسمع المشاهد. رواية شيعية تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عاريا أمام النساء. جيد. الرواية هذه: خرج رسول الله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم. يا إخوان، أي إنسان يفهم في اللغة العربية يا شيخ، العاري راهو الجمل مش النبي. القضية لا علاقة لها بالنبي. العاري الجسم الجمل. النبي جاء يقال ركب فرسا عاريا أو جمل عاري، يعني لم يضع شيئا لا على الجمل ولا على الحصان أو على الفرس. فكيف تنتقل من هذا النص إلى أن النبي عاري أمام النساء؟ يعني هذا أمر عجيب غريب. وأتمنى تشرح لي، ممكن أنا ضعيف في اللغة العربية وقبل قليل صححت لي. أتمنى أن كيف عرفت أن عاري الجسم هو النبي وليس الجمل؟ تفضل، يعني يا ليت تشرح لي هذه القضية أستفيد. طيب.